السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض الرز بلبن بدون حليب بودره وكمان بدون كريم شانتيه بطريقه سهله جدا، وهقول لكم كل اسرار الرز بلبن وازاي يطلع معاكم بوش مكرمش كده اللي خلاص ما بقاش فيه اسرار للرز بلبن. احلى واسرع طريقه للرز بلبن تقدروا اللي انتوا تعملوه. عايزه لكم بيطلع ناعم وكريمي وغني كده وطعمه تحفه. شايفين عامل ازاي؟ يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام واسيبها لكم مكتوبه في اخر الفيديو. معايا اول حاجه نص كوبايه من الرز المصري يعني 100 جرام. غسلته وشطفته كويس جدا. ولازم الرز المصري، ما ينفعش ابدا رز بسمتي لان الرز المصري بيكون فيه نسبه نشا عاليه وده بيدي طعم حلو قوي للرز بلبن. بعد كده هضيف كوبايتين من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه يعني 400 مللي. هسيبهم كده في الاول على نار عاليه، واول ما يبتدي ان هو يغلي معايا ابتدي ان انا هدي عليه النار واغطيه. اهم حاجه وانت بتغطيه ورب الغطا لان هو بيستوي يحصل فوران والميه هتغلي وممكن تطلع بره الحله وتبهدلك البوتاجاز، فلازم نورب الغطا ونسيبه بقى كده على نار هاديه لحد ما يستوي تمام ويتشرب كل كميه الميه. ورزايه كده تلاقوها استوت معاك وبقت دايبه. اهم حاجه طول ما هو بيستوي على النار نفضل نقلب فيه كل شويه علشان الرز ما يلزقش معانا. وده كده بيكون شكله، شايفين ما شاء الله ولا فيها حاجة لازقة ولا أي حاجة. والرز شرب كل كمية المية. نضغط كده عليه بنلاقي الحباية معانا كده استوت، يبقى هو كده تمام. بعد كده هضيف له كيلو من الحليب ده من عند اللبان كامل الدسم، ده حليب جاموسي غليته كويس جدا. لو انت بتستخدمي الحليب المعلب ومش عايزة تستخدمي الحليب اللي بنجيبه من عند اللبان، يبقى استخدمي الحليب برضو المعلب اللي بيكون كامل الدسم، لان كل ما الحليب معاكي يكون دسمه اعلى كل ما الرز بلبن بيكون طعمه احلى. حطيت كده كيلو الحليب وعلى نار عالية ابتدي ان انا اغلي الحليب مع الرز. انا عايزة الرز بالحليب كده يغلي شوية مع الرز. انا مش مجرد ان انا حطيت الرز مع الحليب وقلت ده رز بالحليب، لا انا عايزة الرزاية كده تتشرب من الحليب. اول ما هيغلي معايا ابتدي ان انا اهدي على النار واسيبه لمدة 3 دقايق بالظبط، عشان زي ما قلتلكوا انا عايزة الرزاية كده تتطعم بالحليب وتتشربه. بس خلي بالك النار بتكون هادية عشان لو عليتي النار هيحصل كده فوران والحليب ممكن يقع كده من الحل. بصوا، انا كل شوية عمالة اقلب فيه. اهم حاجة الرز باللبن كده تقعدوا تقلبوا فيه كل شوية. هسيبه بقى كده على نار هادية لمدة 3 دقايق. شايفين الطبقة اللي احنا شايفينها على الوش ده من الدسامة اللي هي بتاعة الحليب. بديله كده تقليبة زي ما قلتلكوا. اهم حاجة التقليب في الرز بلبن علشان بس قاع الرز بلبن ما يعملش معاكوا كده طبقة بني ويتحرق. بعد كده هضيف كوباية الا ربع من السكر، سكر حبيبات يعني 150 جرام. ده بالنسبة لي كده كان سكره مظبوط جدا. عايزة ان انتي تزودي السكر احطي كوباية، يعني يكون سكره كده زيادة. عايزاه سكر اقل نص كوباية، ده بيكون حسب الرغبة. بعد كده هديله تقليبة لمدة ثواني لحد بس ما السكر معايا يدوب. الاضافة اللي بعد كده اللي هتعزز الطعم بقى وتديله طعم غني كده وحلو جدا، هحط معلقتين كبار مليانين من القشطة يعني 100 جرام. ممكن تجيبي بقى القشطة المعلبة بتتباع في السوبر ماركت او القشطة اللي بتحوشيها من وش اللبن. ما عندكيش قشطة خالص ممكن تضيفي معلقتين كبار من حليب البودرة ومعلقتين كبار من بودرة الكريم شانتيه. بتدوبيهم في شوية مية صغيرين وبعد كده تبتدي ان انتي تنزلي بيهم كده على الرز بلبن. بقلب بقى كويس جدا يعني لحد ما السكر والقشطة كده يدوبوا. عايزة اقول لكم ان القشطة دي انا مستخدماها من السوبر ماركت، مش غالية خالص. العلبة دي كانت ب10 جنيه. بعد ما دوبت السكر والقشطة حضرت معايا ربع كوباية مية عادية جدا من الحنفية يعني 50 ملي. عليها معلقة كبيرة من نشا الذرة يعني 10 جرام. دوبتهم الاول كويس جدا على البارد. المية يا جماعة اللي انا دوبت فيها النشا مية عادية جدا من الحنفية. بنزل بقى كده بخيط رفيع والايد التانية بقلب باستمرار علشان النشا متعملش معانا تكتلات، علشان الرز بلبن بتاعكم كده يكون كريمي. اول ما بننزل بالنشا بنسيبه كده يغلي ياخد غلوة واحدة مش اكتر من كده وبطفي عليه النار. انا مش عايزة الرز بحليب بتاعي يكون تقيل قوي علشان يعمل معانا الوش المكرمش وفي نفس الوقت يكون كريمي. طب لو انت حطيتي النشا ولا حسيتي ان الرز بلبن بتاعك تقيل شوية زودي شوية حليب. كده خلاص بعد ما خد غلوة واتأكدت ان النشا استوت طفيت عليه بقى النار. وحطيت معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة او ممكن تحطي فانيليا سايلة زي ما انتوا حابين.
في ناس ممكن تحط ماء زهر او ماء ورد، ده براحتكم، كل دي نكهات انتوا يعني اللي انتوا بتحبوه حطوه. ده كده بيكون القوام بتاعه شايفين، ولا خفيف قوي ولا تقيل. كده الرز بلبن بتاعكم هيطلع تحفة. كاسات، كوبايات، زي ما انتوا حابين. في تركة بقى مهمة جدا وانتوا بتغرفوا رز بلبن، لازم تقلبوا كل مرة، عشان انا عايزة الكبشة كده او المغرفة اللي احنا بنغرف فيها يكون فيها رز ويكون فيها حليب، ما يكونش رز بس او حليب بس. يعني كل مرة كده بنقلب. بعد ما بنحط بقى كل الكمية، ما شاء الله عامل لي كمية حلوة جدا، بسيبه على الرخامة 3 4 ساعات لحد ما يبرد تماما، لازم يبرد تماما. بسم الله ما شاء الله، شايفين كيلو الحليب مطلع لي كمية حلوة جدا من رز بلبن. عايزة لكم كمان الاطباق دي كبيرة، يعني لو استخدمتوا اطباق اصغر من كده كمان هيطلع لكم كمية اكبر. اهم حاجة التركية علشان تاخدوا بقى رز بلبن وش مكرمش، لازم نسيبه على الرخامة يبرد تماما تماما، يعني 3 4 ساعات. بعد كده نبتدي ان احنا نغطيه اي حاجة عندكم، اكياس تلاجة، بلاستيك فيلم، غطيان للبرطمانات اللي انتوا بتعملوا فيها لو ليها غطيان. المهم ان احنا لازم نغطيها كويس جدا، وبندخلها التلاجة وبنسيبها لتاني يوم. وده شكل الرز بلبن بعد ما دخل التلاجة وسبته ليلة كاملة، يعني سبته بالظبط 24 ساعة. بيطلع بقى بالجمال ده. عايزة لكم ان انا غطيته بكل الاغطية، بالبلاستيك فيلم او الاسترتش، بأكياس تلاجة، بالغطيان بتاعة البرطمانات. يعني بصوا اللي عندكم غطوا بيه. بسم الله ما شاء الله، شايفين الكرمشة بيطلع مكرمش وحلو جدا. حاجتين بس هما اللي بيخلوا الوش كده معاكم يكرمش. اول حاجة لازم يكون الرز بلبن بالحليب فيه نسبة دسامة، لان لو مفهوش دسامة مش هيعمل وش المكرمش. وش المكرمش ده بيجي من الدسامة، بتيجي على الوش وبيكرمش كده. تاني حاجة لازم تسيبوه يبرد على الرخامة كويس جدا جدا. بعد كده بتغطوه بتدخلوه التلاجة وبتسيبوه ليلة كاملة، بيطلع بالجمال ده. بجد يا جماعة تحفة. السكر بتاعه مظبوط جدا وكان كريمي، هيعجبكم جدا ان شاء الله. عايزه لكم ان هم في المحلات بيحطوا له نشا، لان انت لو ما حطيتيش نشا بتقعدي تقلبي كتير على ما يتقل معاكي وبيحتاج لبن اكتر، فهم بيحطوا نشا. وزي ما انتوا شفتوا انا حطيت معلقه واحده مش كتير، لكن طعمه بيكون حلو جدا جدا. هوريكم بقى دلوقتي القوام بتاعه. بصوا ناعم وكريمي، مش تحسوا كده ان انتوا بتاكلوا رز كده والحليب بتاعه قليل، لا بصوا كريمي ازاي وناعم جدا. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوا الطريقة والمقادير دي هتتبسطوا منها جدا جدا، ومش هتعملوه غير في البيت ومش هتاكلوه من بره تاني. شايفين عامل ازاي حلو، انا مش قادرة اقول لكم على جماله. والسكر على فكرة بتاعه مظبوط جدا، جربوه وانا متأكدة ان شاء الله ان هو يعجبكم. ده كده كده الفيديو النهاردة، عملنا مع بعض رز بلبن على طريقة المحلات وازاي يطلع الوش معاكم كده مكرمش، وقلنا كل اسراره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو بتشوفوا قناتي لأول مرة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. وما تنسوش يا حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو ولو استفدتوا ربي بمعلومة صغيرة، ومتبخلوش علينا باللايك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.